السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم مادلين لمحبي الشوكولا. هاد الوصفة تحفة رهيبة بنة لا تقاوم. نحتاج لهاد الوصفة كأس وربع من الحليب. هذا كأس كبير سعته 250 مليلتر، لكن أنا نعطيكم المقادير بالكأس اللي سعته 200 مليلتر. كأس وربع من الحليب اللي هي 250 مليلتر مع ملعقة كبيرة من الخل، ونخليها على جنب تتفاعل. نحرك هايدا مليح ونخليها على جنب تتفاعل. من بعد نعمل حبتين من البيض مع ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من لافاني، رشة من الملح، و100 غرام من الزبدة اللي ذوبتها. انا جبت علبة تاع 250 غرام، رفدت اقل من النصف بشوية، ذوبتها وخليتها بردت مليح. ذوبوها وخليوها تبرد مليح، عاد نزيدوها هيدا في الاول مع البيض. تبعوا هذه الخطوات باش تنجحوا في الوصفة. نبداو في الاول بالبيض مع الزبدة، من بعد نزيد الحليب. هاد الحليب خليته يتفاعل ربع ساعة مع الخل، هذا راني زدته. من بعد نخلط مليح هكذا، خلطوه جيدا، ونضيف 250 غرام من السكر اللي هي كأس وربع من السكر. نخلط كذلك هيدا حتى يذوب السكر. البنة تاع الزبدة في لي مادلين تجي احسن من بنة الزيت. المادلين يجي بنين بالزيت خير ملي تعملوه الزبدة. نخلطو مليح هيدا حتى يذوب السكر. من بعد زيد الفارينة، زيدوا الفارينة بالتدريج. 310 غرام من الفارينة اللي هي كأسين ونصف، وظرف من الخميرة الكيميائية 10 غرام. توجو غربلوا الخميرة الكيميائية وغربلوا الفارينة باش المادلين او الكيك يجيكم مهوي. ونخلط هيدا، راني نضيف الفارينة تدريجيا. انني وازنه 310 غرام من الفارينة وحطيتها على جنب، ونغربل بشوية ونزيد هيدا ونخلط. هاد المقادير مضبوطه، لكن ممكن تزيدوا ملعقه من الفارينة اذا شفتوا القوام تاعو جاكم خفيف، او تنقصوا اذا جاكم ثقيل، لان البيض كذلك يلعب دور. ممكن البيض تاعكم يكون صغير ما تستهلكوش كامل 310 من الفارينة، واذا كان البيض كبير ممكن تزيدوا. وكذلك الفارينة تلعب دور. الفارينة كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. نزيد كذلك نصف ملعقه من بيكربونات الصوديوم، هي اللي تعطينا القوام الخفيف. هذا سر كذلك لنجاح المادلين. وكأس ناقص ربع من الكاكاو. الكاكاو توجور نغربلوه، ما تخليوهش، ما تعملوش هيديك يغبنكم بعد باش نحلوا الكويرات تاعو. غربلوا الكاكاو هيدا ويسهل عليكم بعد المزج المكونات ما يغبنكمش. ملعقه صغيره من النسكافيه او ساشي من النسكافيه اللي نباعو ب2000، زيدوه. يزيد ذوق رائع ويستخرج نكهة الشوكولا. يجي لك المادلين بنين بالنسكافيه وما تجيش بنة القهوة باينة. ونخلط هيدا ونتاكدوا توجور هيدا بلا سباتول. القوام كما راكم تشوفوا راه هذاك هو. توجور المادلين يجي القوام تاعو شويه ثقيل على الكيك باش من بعد ما يهبط لكمش على الجوانب ويسيح. من جهه اخرى نقطع شوكولا، عملت خليط بين شوكولا سوداء وشوكولا بالحليب من 50 غرام على حسب اللي متوفر عندكم، من 50 غرام حتى ل 150 غرام. خلطتها هيدا مع ملعقه غير مملوءه من الفارينة باش ما يهبطش كامل تحت. كي تخلطوا مع الفارينة ما يهبط لكمش الشوكولا، ما تهبطش كامل في القاع تاع الكيك. ونزيدها مع خليط الكيك ونخلطها مليح مع خليط الكيك. ممكن تعملوا حبيبات الشوكولا في عوض اللي تعملوا هيدا قطع. انا ما كانتش عندي بزياده حبيبات الشوكولا، خليتها في الاخير زدتها من الفوق. من بعد ما زدت الشوكولا نخلي الخليط يرتاح من ربع ساعه حتى لساعه كامله، هي والوقت اللي يكون عندكم. الا خليتوه طول حطوه في الثلاجه. من بعد نعملوا هيدا في القوالب الورقيه، وفي المنتصف عملت حبه من الشوكولا. هذا الشيء اختياري لاننا راني عملنا في قلبه مع الخليط. اذا حبيتوا كانت عندكم متوفره الشوكولا زيدوا هيدا شوكولا قطع باش تجيكم بنينه اكثر. نعاود نزيد الخليط الكيك لكن ما نعمروهمش حتى للفوق. نخليو توجور ربع. كي تعملوا لي مادلين توجور خليو ربع من القوالب كما اللي راه واضح. ونمسح المول تاعي كامل، نمسحو توجور كي نطيحوا ديك الشويه نمسحوها باش هيدا ما يقعدش غير. الفرن في هذه الاثناء انا عملته يسخن على اقصى درجه من الفوق ومن التحت. انا هذه الصينيه حطيتها في وسط صينيه واحده اخرى
باش هيدا ما ينحرقليش لي مادلين من تحت. ونحط هاد الصينيه في الوسط. قبل ما ندخلوه للفرن نزيد عليه حبيبات هكذا من الشوكولا. توجور هاد الشيء يبقى اختياري. انا حبيت الوصفه تكون مليئه بالشوكولا، كل واحد يعمل على حساب المتوفر عنده في البيت. بعد ما كملت الشوكولا هيدا ندخل هاد الصينيه كما قلت لكم، حطيتها في وسط صينيه اخرى على اقصى درجه في الاول، والنار من الفوق ومن التحت. من بعد نقصت للنار، بعد 5 دقائق نقصت للنار من التحت على 170 درجه وطفيت النار من الفوق بلا ما نفتح الفرن. ما نحليتش الفرن حتى اللي شميت الريحه، بدات الريحه تخرج حوالي 25 الى نصف ساعه، 25 دقيقه الى نصف ساعه. وبواسطه عود شواء دخلوهم في هاد لي مادلين. كي يخرج لكم ناشف دخلته غير في الجنب كي يخرج لي ناشف تعرفوا باللي راه طايب. هذه كانت وصفه اليوم، جربوها البنات تحفه. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.